بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار أو بالطري. يعني ده أشهى طاجن من مطبخ لقمة ولمة. أول حاجة أنا جايبة العكاوي والبصل هقطعه شرايح في قلب الحلة، وأقطع عليه شرايح طماطم زي ما انت شايفة. وبعد كده دي يعني الركبة بتاعت العجل، دي اللي هو العصب بتاع ركبة العجل. هحط طبعا ملح وفلفل اسمر والبهارات السبعة بين كل طبقة وطبقة. فانا بحط دي تحت في ارضية الحلة علشان بتدي طعم وبتدي ريحة مع العكاوي مع الخضار. مش قادرة اقولك على الطاجن ده بيبقى تحفة. في نفس الوقت انا ضاربة في الكبة بصل منعماه مع فلفل اسمر وملح والبهارات السبعة، وبضيف بين كل طبقة وطبقة. فزي ما انت شايفة كده كل طبقة بحط ما بينها الفلفل الأسمر والبهارات. بحط البصل علشان يدي الريحة ويدي الطعم. أنا مش هكتر الطماطم أو صلصة، لا أنا هحط طماطم مش كتير علشان أنا عايزة ده يعني زي الخضار السوتيه كده. ما يبقاش تقيل، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو وبيعجب الكل. بتعملي جنب منه رز مع سلطة خضراء مع مخلل بيديكي طعم. وبيبقى يعني عشان رمضان كل سنة وانت طيبة. فطبعا بنعمل كل حاجة جديدة وكل حاجة حلوة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، الكل بيتجمع على السفرة، فلازم كل يوم نعمل حاجة جديدة. زي ما انت شايفة كده انا رصيت الحلة كلها. يعني هي هتقعد حوالي ساعتين او ساعتين ونص على النار، علشان انا هحطها على نار عالية في الاول، وبعد كده هوطي النار واسيبها بقى تستوي براحتها. لو عندك حلة ضغط بتسويها فيها ما بتاخدش وقت. مفيش حلة ضغط، أي حلة موجودة عندك بتعملي فيها عادي. هقطع يعني حوالي نص كيلو طماطم كده على وشها، وهغطيها وهوطي النار عليها وهسيبها بقى براحتها. بتاخد زي ما قلتلك من ساعتين لساعتين ونص، بتكون ما شاء الله استوت. وهي بتستوي منها فيها، يعني أنا بزود حوالي كوباية مية كبيرة علشان خاطر ما تنحرقش من تحت أول ما أولع. بعد كده هي بتجيب مية ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. المية يعني لو انت مركزة في قلب الحلة هتشوفي المية بتتكتك فيها. بتضيفي بقى كوباية مية او ممكن كوبايتين وبس، ما بتضيفيش حاجة تاني، وبتسيبها هي تستوي مع بعضها. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس. قناة لقمة ولمة، وصفات جديدة كل يوم ان شاء الله معاكم. بننزل كل يوم فيديو الساعة 3. بتكون عندنا ان شاء الله. معايا هنا بسله هحطها في الطاجن. معايا هنا بسله هحطها في الطاجن مع جزر مع فاصوليا خضراء. وما ننساش البطاطس والكوسه. وبعد كده بقلب كل الحاجات دي على بعضها كده مع معلقه سمنه. يعني انا برضو بحط عليها معلقه سمنه وبشوحها شويه على النار. وبعد كده هضيف بقى هنزل عليها زي ما انت شايفه. انا مش عايزه صلصه كتير، انا هو حوالي نص كيلو طماطم اللي حطيته علشان تبقى خفيفه على المعده، ما تبقاش تقيله. احنا الناس بتبقى صايمه فعايزه تاكل حاجه خفيفه مش كلها تسبيكات. هضيف بقى هحط على وشها العكاوي مستويه. يعني مش قادره اقول لك، مع سوى الخضار هتبقى ما شاء الله عليها. وبالهنا والشفا كده زي ما انت شايفه انا عملته. وبعد كده هدخلها الفرن واطلعها بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيعمل الطريقه وهياكلها. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وانتظرونا في الفيديوهات الجديده اللي جايه. كل يوم الساعه 3 ان شاء الله بنزل فيديو. ما تنسوش تدعمونا في القناه وتقولوا لنا ايه رأيكم في قناه لقمه ولمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.